يا جماعة الجواز بيجي للشخص المستعد. في معتقدات كده جوه دماغ البنات وجوه دماغ الرجالة ان هي بتعيق الزواج. ايه هي المعتقدات دي؟ اولا لازم اكون كاملة، لازم اكون جميلة، لازم يكون لون بشرتي متوحد ما عنديش حبوب زي اللي طالعه لي دي، لازم اكون لادي، ولازم اكون عود فرنساوي زي ما بيقولوا عشان خاطر اعرف ارتبط. غلط غلط غلط، ده كل اللي في دماغك. على فكره انت كافيه، انت كافيه ان هو يرتبط بيكي. وطول ما انت حاطه في دماغك ان انا حلوه وجميله بكل العيوب اللي جوايا وبمظهري وبشكلي، انت كده انت كافيه بالنسبه لك. على فكره انت كافيه لنفسك، ما تقلليش من قيمتك، ما تقوليش لا انا لسه ما استعدتش، لا انا شكلي وحش، الحاجات دي لا. لازم اتجوز في وقت معين، لازم اتجوز في سن معين. انا سني راح، انا اكبر منه، لا ده هو اصغر مني، يا نهار اسود ده بيزنس مان مش عارف ايه. مش حاجه اسمها كده، مفيش عمر اصلا للجواز يا جماعه، مفيش سن معين، دي اراده ربنا. احنا بنختار اشخاص مناسبين لينا وحياتنا بتكون مستقره، فبالتالي مفيش حاجه اسمها سن معين للزواج. والشريك المناسب موجود، خليكي مؤمنه بده، امني بذلك يا فتاه. لازم اتشافى من كل الصدمات اللي جوايا. انا بابايا ومامتي دمروني، انا بحب رجاله متجوزين. مفيش حاجه اسمها كده. انت بس عايزه يكون معاك شريك حياه يرمم الحاجات اللي جواكي المتكسره المتحطمه من العلاقات، ولازم تكوني صريحه وواضحه معاه. ففي الوقت اللي انت هتدي الفرصة فيه للشخص ده ان هو يدخل حياتك بكل وضوح وتقوله له انا عندي مشاكل كذا وكذا وكذا وكذا، هو هيكون مرحب بذلك. اما لو ما كانش مرحب، الباب يفوت جمل. فما تقعديش تقولي لازم اتشافى ولازم اتعافى، لازم انت اصلا تكوني مستعدة للارتباط، وكله بعد كده هيجي واحدة واحدة. احنا ليه مكركبين الحياة على نفسنا؟ ليه مكركبين الدنيا على نفسنا؟ لا يوجد رجل كويس، كلهم خونة، كلهم غدارين، كلهم مش عارف ايه يا عم ضياء بالراحة، مفيش حاجة اسمها كده. في على فكرة رجل مناسب، وفي رجل صحي، وفي رجل كويس. زي ما بنلاقي في الحياة شر بنلاقي خير. الحياة كلها مش سودة، في أبيض على فكرة. لازم اتجوز عن حب؟ ما ينفعش اتجوز جواز صالونات، لا ده عرفونا عليه، انا ما ينفعش ارتبط بيه. حيلك بس. مفيش طريقة مثلى للجواز يا جماعة، لكن في أسس سليمة للاختيار، فنركز على من نختار وكيف نختار وليس الطريقة. يعني خلينا أعمق من كده بكتير. ده اللي أنا حبيت أقوله يا جماعة، وأنا واثقة إن ده في دماغ كل بنوتة. مش هقولك تستسلمي للأمر الواقع، بس هقولك اطلبي نعمة وحكمة ربنا في حياتك، وصدقيني تاني هيرشدك للصح. انا حاسه ان ده كله في دماغكم، وان انتوا عايزين تعرفوا الحاجات دي كلها. من وجهة نظري اسمعي، ركزي، انصتي، هارد ليسننج في كل حاجه، وصدقوني تاني هتوصلوا لحلول كتيره قوي، مش في العلاقات بس، لا في حياتكم ان جنرال. ولو استفدتوا بجد من الفيديو ده ابعتولي في الكومنتات، واعملوا فولو لايك وشير وسبسكرايب.